صباح الخير. انا قدام احد معارض السيارات في امريكا. طبعا شايفين الحجم قد ايه، كل دي عربيات اهي. طبعا شايفين حجم العربيات قد ايه يعني، والمساحة قد ايه، لحسن حد يفتكر انه بتاعي، لان انا لما نزلت فيديو قبل كده يقولوا لي انت كذاب، ده انت اللي حاطط الاسعار. يا ريت انا يبقى عندي المعرض ده، يعني انا مالتي ملياردير بقى. هنا انا حبيت بس بوريكم سعر العربيات ايه في امريكا علشان تعرفوا مصر الجميلة ازاي بتسرقكم. ادي هنا مكتوب اهو. انا هحاول اتكلم بالعربي على قد ما اقدر علشان الكل يفهمني، لا هتكلم بمصطلحات ولا بتاع. مكتوب any used any new vehicle، يعني اي عربية مستعملة او جديدة المقدم بتاعها اهو قدام عينيكو 59 دولار. 59 دولار يعني زي 59 جنيه. هو حد يحسب فرق العملة، لان انت بتقبض في امريكا هنا بالدولار وليس بالجنيه. واقل مرتب في امريكا، اقل ساعة عمل في امريكا، الحد الادنى للاجور في امريكا 15 دولار في الساعة. يعني اقل واحد بيشتغل في امريكا يجي يقدر يحط مقدم اي عربية من دول من اللي على الزيرو. انتوا واخدين بالكم؟ طيب ده اقل واحد. ها، سعر بقى العربيات اللي موجودة دي، ها اهو قدام عينيكم اهو. شايفين المعرض مساحته قد ايه؟ يجي فيه ولا بتاع 30,000 عربية. علشان الناس بتقول لي ايه، انا فيديو نزلته قبل كده يقولوا لي انت كذاب. ادي العربيات كلها قدامكم اهي. انا رايح على اليافطة المعلنة الكبيرة اللي قدام المعرض نفسه مباشرة. كل دي عربيات للبيع، سواء مستعملة او جديدة. اهي اليافطة قدام عينيكم اهي، مكتوب عليها ايه اهو؟ كارز بيلو، يعني عربيات بسعر اقل من 3999. ومكتوب ايه؟ with warranty، مع الضمان. بعد ال 3999 مكتوب finance available، يعني بالقسط. يعني محدش بيدفع 3999 كاش. 3999 دولار يعني 3999 جنيه في مصر. تاني، محدش يحسب فرق العملة، لانك انت جوه امريكا بتقبض بالدولار مش بالجنيه. ها، عربية زي دي مستعملة اللي قدامكم دي، جي ام سي، على الاقل في مصر بتوصل مش اقل من 10 مليون. 8 مليون يا سيدي، 8 مليون يا سيدي، 4 مليون يا سيدي. دي تمنها هنا في امريكا 3000. اهو اليافطة اهي، مش كلام انا. واديكوا شايفين حجم المعرض قد ايه ومساحته قد ايه. ها، دي تمنها 3000 اهو. السعر اهو 3999. شايفين العربية شكلها ايه ومنظرها عامل ازاي؟ حتى العربيات اللي بتنزل عندكم في مصر، سواء الهونداي ولا التويوتا ولا ها، دي ما بتجيش، ما فيهاش الامكانيات اللي زي هنا بالنسبة للامان وللقوة والقوة الموتور وقوة العربية وكل شيء. لان هنا في امريكا مثلا اقل حاجة العربية بيبقى فيها 16 ايرباج او 16 مخدة هواء عشان الحوادث. سنسورز اللي هو الحساسات في الاكسدام زي ما انتم شايفين، علشان اهي الحساسات اهي علشان ما تخبطش في حاجة وانت ماشي. والحساسات دي اوتوماتيك، لو انت نسيت تدوس فرامل او هتخبط في العربية اللي قدامك العربية بتقف اوتوماتيك. كل ده في القانون الامريكي. يعني العربية اللي بتتصنع هنا ان شاء الله تويوتا، يعني ما هي دي تويوتا مثلا، ها، يعني بس دي بتتصنع جوه امريكا. التويوتا ياباني بس بتتصنع جوه امريكا. فعلشان تتوافق مع القانون الامريكي اللي بيتعمل فيها الامكانيات دي، زي مثلا الفرامل تضرب لوحدها. لو انت نسيت تدوس فرامل، حد عدى قدامك، العربية هتقف اوتوماتيك من غير ما انت تدوس فرامل. كل ده حاجات منصوص عليها في القانون الامريكي. لو انت طلعت عن الحارة بتاعتك في الطريق، الكرسي طلعت مثلا من الجنب الشمال وما ضربتش اشارة، الكرسي نفسه بتاعك ينغزك في جنبك، ويعمل لك فايبريشن، يعمل لك اهتزاز كده في جنبك علشان ايه، تضرب اشارة.
والاشاره تشتغل برضو اوتوماتيك. كل الحاجات دي مش موجوده الا في العربيات اللي هي مواصفات امريكيه، دي عمرها ما تنزل عندكم في مصر. وتبقى بكامل عربيه بالحجم ده. بصوا العربيه حجمها قد ايه، غوله هي، دبابه دبابه. والسعر اهو قدام عينيكم، مش انا اللي جايبه اهو. هلف لكم حوالين العربيه تشوفوا حجمها عامل ازاي عشان تعرفوا ان مصر ام الدنيا. اهي شايفين العربيه اهي، السعر اهو 3999. مش انا اللي جاي، مش انا اللي كاتبه والله. وادي العربيه اهي، شايفين حجمها قد ايه، ب 3999. غول دبابه ماشيه. بصوا التويوتا دي مثلا، دي مستعمله موديل 2015 مكتوب عليها اهي. دي ممكن تبقى بارخص من كده. دي عربيه نص نقل، شايفين عامله ازاي اهي. بس اقصى حاجه، اقصى سعر اهو برضو اهو 3999. وطبعا شايفين انتوا حجم المعرض قد ايه، يجي فيه ولا بتاع 30,000 عربيه. ادي عربيه تويوتا تانية. كل الانواع دي، كل الاحجام العربيات دي ما بتنزلش عندكم، ولا المواصفات دي بتنزل عندكم. بصوا عامله ازاي اهي، 2016 اهي، ما هي موديل 2016 اهي. دي مثلا 2000 دولار مثلا. وبرضه ما حدش، 2000 دولار يعني 2000 جنيه، هو حد يحسب فرق العمله زي ما قلنا قبل كده؟ ما حدش بيروح يدفع 2000 دولار. ليه بيروح يدفع؟ زي ما وريتكم قبل كده السعر، بيدفع ايه، بتاع ده، بيدفع 59 دولار، 59 دولار ويستلم العربيه، والباقي يقسطه على اقل فتره 7 سنين. طريقه البيع اهو. حتى لو هيشتري اغلى عربيه، السعر اهو 3999، هيدفع 59 دولار ويشتري اي عربيه من اللي انتوا شايفينها دول. عشان تعرفوا بس ان مصر ام الدنيا، والسيسي مظبطكم.